اول ما العريس بيدخل يقعد على الكوشه لوحده عامه، والنقطه عندهم بالشكل الغريب ده عباره عن عقد ملزوق فيه الفلوس كده، وكل واحد بيدخل ويلبسه العقد. الصراحه قعدت افكر كتير، يا ترى هيفضلوا يفكوا بقى الفلوس طول اليوم من العقد كده ولا ايه؟ وبرده العروسه بتكون قاعده جوه البيت وبيعملوا لها نفس الفعاليات دي، وبيدوها برده النقطه بنفس الطريقه دي. بعدين بقى العروسه دخلت واحنا دخلنا معاها كستات، بس برده العريس كان جوه الخيمه قاعد في كوشه لوحده، والعروسه قاعده في كوشه لوحدها. دايما بتسالوني يا ياسمين انت ليه انت وافضل في الافراح ما بتكونوش مع بعض؟ اذا كان العريس والعروسه نفسهم مش مع بعض، احنا هنبقى قاعدين مع بعض؟ يا جماعه كلهم بيعيطوا زعلانين، ومامة العروسه عماله من ورا. انا بجد مش عارفه، اتاثرت جدا لان هم بجد كلهم زعلانين قوي، كانها يعني مع ان هي ساكنه جنبهم، يعني هتسكن في بيت جنبهم، بس هم زعلانين قوي. يعني هو دي العادات والتقاليد هنا. يعني مش عايزه اعيط عشان ما بقاش اوفر يعني، بس بجد الاجواء بقت حزينه فجاه كده، بقت حزينه فجاه، قلبنا فيلم هندي. خلاص كده يا جماعه، العروسه روحت على بيتها مع عريسها، وهم ماشيين معاها، هم مكملين بقى، هم مكملين ماشيين معاها يوصلوها لغايه البيت كده. كل الاسره وكل القبيله رايحه معاها. وهشوفكم في الفيديو اللي جاي، مع السلامه.